على اليهودي أن يؤدي 20 يمينا كاذبة، يعني هلوف في اليوم 20 يمين بيديله كمان اديله، عدد بيديله بيقننها له، بس بشرط لا يعرض أحد إخوانه اليهود لضرر ما تحلفش يمين تضر بيه يهودي. طيب، يجب على كل يهودي يا اخوانا يا اهل الكتاب يا نصارى، يجب على كل يهودي ان يلعن النصارى كل يوم 3 مرات، ويطلب من الله ان يبيدهم ويفني ملوكهم وحكامهم. اخوانا يا عم توادرس، يا سيدهم، يا هو اللي بيقول لك يلعن النصارى 3 مرات. طب واحنا؟ لا، ده انت بقى بعد عدد السبح، ده انت بقى بغير عدد ولا حصر. انما مع النصارى بالذات يلعنهم 3 مرات في اليوم. اذكار الصباح دي معروف، بس قال اليوم دي ما قالش لا صباح ولا مساء. طيب، على الحيوانات، على اليهود ان يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غير عاقلة. يعني بيلعبوا بيهم، حيوان ده يلعب بيه، ده بيقولوا عليك، ده بيعملوا ليك ده. طيب، كنائس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام يجب على اليهود تخريبها. مين؟ نحن شعب الله في الأرض، وقد أوجب علينا أن يفرقنا لمنفعتنا. يعني لما قال لهم جئنا بكم اسكنوا الأرض، يعني نطرهم علشان يولعوا في الكون براحتهم. ذلك أنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا الحيوان الإنساني، لأنهم هم مصروفهم من دم ربنا، فالإنسان من غيرهم حيوان. سخر لنا، وهم كل الأمم والأجناس سخرهم لنا، لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان: نوع أخرس كالدواب والأنعام والطير، ونوع ناطق، شوف النص، كالمسيحيين والمسلمين والبوذيين وسائر الأمم من أهل الشرق والغرب. طب ذلهم هم اللي عاملينهم، هم اللي عاملينهم علشان يركبوهم زي ما هنجيب لكم هنا، وعشان يطلع الحيوان الحلوف يقول 7 مليار. جبنا آخر إحصائية والله العظيم، وهاتوها على اليوتيوب، نشرناها على اليوتيوب، آخر إحصائية الباقيين في مصر 2000. هم سعوا من 30 سنة تقريبا، قبل ما اسافر انا السعوديه اظن، من سعوا واجتهدوا ان يستصدروا من مجلس الشعب قانون انهم يعاملوا كديانه، والحمد لله رب العالمين الازهر قام بدوره وقبل الله سعي. لا، هم ما فيش الواد اللي كان اسمه طرخان ولا ايه وصاروخان اللي كانوا بتوع الرسم الكاريكاتوري، واظن السيده الفاضله حمامه بنت حمامه وبنت، يعني شويه رقع من الساقطين والساقطات، قال لك لا يزيد عن 2000. يقول لي 7 مليار في العالم، جبتهم منين؟ اهيبوا بالاستاذ الكريم الفاضل مرتضى منصور يؤازر اخاه نقيب اظن المهندسين، هو احد رفع دعوه على هذا الخسيس: ناصر، انصروا دينكم، انصروا كرامتكم، انصروا سلامتكم. يا اخي فين نقابه المحامين؟ فين نقابه بقيه النقابات البهائيه؟ زي ما هقول لكم ده وهقرا لكم منها، ده من اوثق النسخ اللي هي الموسوعه الميسره في الاديان والمذاهب المعاصره. دي اصدار الندوه العالميه للشباب المسلم في الرياض سنه 72، هقرا لكم منها. وده الدكتور احمد عبد العزيز الحسين، نشر مكتبه الجامعه الازهريه، هقرا لكم منها البهائيه. ديا الاستاذ ابو الاعلى المودودي، القديانيه الاساس. احنا يطلع فينا وفي رمضان وعلى الهوى
ويقول البهائية هي الدين اللي جه بعدنا. هو في دين بعدنا؟ ما اسمعش تصريح من عالم رسمي فيه دين جه بعدنا. الكلاب الحلاليف هؤلاء اللي زعموا هذا، وهقول لكم ان شاء الله شبهتهم بس بعد ما نستعرض بقيت الجرائم بتاعتهم. اعترف المؤرخ اليهودي برنارد لازار في كتابه لأنتس متزم اللاسامية بأن عادة ذبح الأطفال ترجع إلى استخدام دم الأطفال من قبل السحرة اليهود في الماضي، يعني الجريمة متأصلة فيهم. اعترف التوراة بذلك، فقد جاء في سفر أشعياء الإصحاح 57: أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية بما تسخرون، وعلى من تغفرون الفم وتدلعون اللسان. أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء، القاتلون الأولاد في الأودية وتحت شقوق المعاقل. ده في سفر أشعياء. اللي ابن النتنة وابن النتن، ما احنا رايحين لحزقيال وانا قريت لكم من حزقيال قبل كده. اسمه ايه ده الاول؟ البرميل الابري ايفلي فيجي للجنرال جواد رفعت، ترجمته ايتيل خان، طبع اسطنبول 1958. جاء ما يلي: ان حوادث الدم البشري مفاهيم انتشرت بين عامة الشعب وهي ليست خرافة. ده الإيفلي فيجي أحد الشراح العظام بيقول لك الدم البشري انتشاره بين الشعب ليس خرافة، والحقيقة أن جيل الشباب من اليهود يهتم كثيرا بعلوم السحرة والشعوذة والتلمود، يبحث عن السحر والشياطين بغموض كبير. طبعا الكلام ده كان لهم هم، ما كانوش يتوهمهم ان الحاجات دي هتخرج وتنشر وتصل الى ايدينا. ولهذا اظن ان مثل هذا الكتاب اللي قلت عليه ان لم تجدوه نزلوه من على اظن لازم يكون في الشمل، لازم انشروه، لان يعني انا بقول لكم النسخه دي من 64. ما لم ارى هذا الاستاذ الا بعد هذا الكتاب، الا الكتاب الثاني اللي هو جذور البلاء، اللي هو ده لهون جذور البلاء طبعة 85 للاستاذ التالي. انما الكتاب ده اللي هو خطر اليهوديه، ادور في الكتب اغلب الكتب والمؤلفات ان هي تتخذ مرجعا مع اهميته نادر، لانهم طبعا بيسحبوا من الاسواق. فاللي اسمه ايه ده ايفيلي فيجي بيقول التلمود يبحث عن السحر والشياطين بغموض كبير، ولهذا فإن من الطبيعي أن تستعمل الدماء خلال طقوسنا الدينية، ومن المحتمل أن يكون سحرة اليهود، محتمل دي على القراءة الثانية يعني القراءة الشاذة، من المحتمل اللي عنتر، عندنا واحد اسمه عنتر في المنصورة كان أستاذ في القراءات الشاذة، يقول فبعث الله غرابا يحفر في التراب، والناس الله ده قراءة شاذة يحرم قراءات تكتب بس للتحذير منها أو لبيان، إنما التاني الله لأن ما فيش قارئ هي. ومن المحتمل أن يكون سحرة اليهود، ولهذا فإن الطبيعي أن تستعمل الدماء خلال طقوسنا الدينية، ومن المحتمل أن يكون سحرة اليهود قد ذبحوا أطفالا من غير اليهود ليستفيدوا من دمائهم، وهكذا فإن تلك الروايات التي تبيح ذبح غير اليهود تعتمد على هذا الأساس. يعني عندهم، لا ده عندهم ترمذي برضه زي ما عندنا. أقول قولي هذا، يبقى اللي بيحصل ده كله ده انطلاق من قاعدة دينية عندهم، إن كلنا نصارى ومسلمين وإيه كمان وهندوس
هم صنعينهم، هم اللي صنعوهم ورفعوهم علشان يذبحوهم ويشوهم وياكلوهم. هل من مدكر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.